السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجرى النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات لسنة 2023 في كل من أستراليا ونيوزيلندا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 32 منتخب كرويا لأول مرة بدلا من 24 كما كان في السابق. ويعتبر المنتخب الأمريكي هو الأول كحامل اللقب أو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة، وهو الأكثر فوزا بها إذا حصل، لأنه حصل على اللقب 4 مرات في الماضي من بين إجمالي 8 بطولات نسائية. ويأمل منتخب المغرب للسيدات أن يسير على خطى الرجال الذي فاجأ الجميع أو فاجأ العالم نهاية هذا العام الماضي، حين أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، والتي كانت أول بطولة من نوعها أقيمت في دولة قطر. وإذا يستعد منتخب المغرب للسيدات للمشاركة لأول مرة في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم التي تنطلق في أستراليا ونيوزيلندا في 20 من يوليو بمشاركة 32 منتخب. ويعد المنتخب المغربي أول فريق عربي يشارك في هذه العالمية التي تستمر فعالياتها لمدة شهر بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أفريقيا للسيدات لعام 2022. ومن ثم تم تأكيد جميع المنتخبات اللي هم ال 32 الذين سيشاركوا في كأس العالم للسيدات اللي هي أستراليا ونيوزيلندا 2023 بعد اختتام البطولة الفاصلة. ستنضم كل من البرتغال وهايتي وبنما الآن إلى أمثال إنجلترا وأسبانيا وألمانيا في أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو، عندما يواجه البلدان المضيفان جمهورية أيرلندا والنرويج في الافتتاح. تسافر الولايات المتحدة إلى البطولة كحامل اللقب وحائزة بالرقم. أما بالنسبة عن المجموعات أو الترتيب، المجموعة ألف تضم من نيوزيلندا والنرويج والفلبين وسويسرا. المجموعة باء أستراليا وكندا ونيجيريا وإيرلندا. المجموعة جيم أو الثالثة تضم من كوستاريكا واليابان وأسبانيا وزامبيا. المجموعة دال هي رقم 4 الصين والدنمارك وانجلترا وهايتي. المجموعة هاء بتضمن من هولندا والبرتغال والولايات المتحدة وفيتنام. المجموعة واو البرازيل وفرنسا وجامايكا وبنما. المجموعة زي بتضم الأرجنتين وإيطاليا وكمان جنوب إفريقيا والسويد. المجموعة حاء اللي هي الأخيرة بتضم من كولومبيا وألمانيا وكوريا الجنوبية والمغرب. بنتمنى التوفيق لمنتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي، بنتمنى له الفوز في كأس العالم للسيدات. تابعونا وانتظرونا في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. ما تنسوش اللايك والاشتراك حتى يصلكم كل فيديوهاتي القادمة بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله. سيبوا لنا آرائكم وتوقعاتكم حول هذه المباريات في قسم التعليقات.